ازيكم يا وردات، عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم فيديو مختلف ومميز. جمعت لكم اكتر من 10 افكار كروشيه للشتاء، افكار سهله وشكلها شيك وتناسب المبتدئين كمان. اغلب الافكار عملتهم توتوريال هنا في القناه، والافكار التانية استوحيتها من بنترست. فيلا نبدا ونشوف اول فكره مع بعض. طبعا هبدأ بشال مكاسة ترند اللي كان طالع ترند الفترة الأخيرة. آخر فيديو أصلا هو شرحته على القناة، آخر واحدة عملت الترند عامة يعني. كان طريقته سهلة جدا ومأخدش مني وقت خالص، خلصته في يومين يعتبر. واستخدمت بقرة واحدة، استخدمت معاه خيط مدام تريكو. كنت عايزة استخدم أليز كلاسيك طبعا أحسن بكتير، بس ما كانش متوفر، وعملته بغرزة النص عمود. بالنسبة للطول انا ما عملتوش طويل، يعني زي ما انتوا شايفين هو يا دوبك كان 112 سنتي تقريبا، والعرض بتاعه كان 15 سنتي، وده كان شكله في النهاية. كمان ممكن تعملوا الشال ده، يعني احنا لسه في بند الشالات، يعني نفسي اعمل شال زي المنظر ده كده، بيبقى طويل ومن تحت كده، بس محتاجة اتشجع منكم يعني عشان اعمله. هل انتوا مثلا حابين ان انا اعمله، ولا هيبقى الاحسن ان انا مثلا اخليني في السكارفات؟ خصوصا انه هياخد مني وقت طويل، زي كأني بعمل كارديجان اللي بيتعمل في اسبوعين، بلس اني مش ببيع، مش فاتحه لسه البراند بتاعي، ما فتحتوش، فادعولي يعني افتحه وربنا يكرمني. فيعتبر انا بعمل على طلبكم انتوا واللي انتوا محتاجينه. ولو لقيت في كومنتات كتيره طالبه الشال، انا ممكن اشرحه. في بقى الشكل العسول ده اللي هو بيبقى فيه زونت كده، كنت برضو عايزة اعمله بمربعات الجروني، كان هيبقى حلو يعني، بس انا كان الشتا خلاص بيخلص، فناوية اخليه للشتا الجاي بإذن الله. ندخل بقى على الطواقي. الطاقية دي او الايس كاب ده انا كنت عاملاه السنة اللي قبل اللي فاتت. كانت طريقته سهلة جدا، معمولة في القناة. ده شكلها، حبيت اعملها لونها رصاصي يعني. ودي بقى طاقية اللي هي بتاعت القطة دي، كانت طالعة ترند ساعتها، فانا في وقتها اصلا ما كنتش يعني بعمل توتوريال وكده، فما لهاش شرح هنا في القناه، بس if you like انا ممكن اعملها شرح برضو هنا. وده شكل اطقط تاني من الطواقي، انواع من الطواقي. شكلها كيوت خالص، هي كيوت وكل حاجه، بس كستايل بالنسبه لي انا مش بفكر اعملها الا لو انتوا طلبتوا. ندخل بقى على القسم الأحب بالنسبة لي، وهي الجلوفز ده برضو شرحته في القناة. طبعا انتوا عارفين انا بحب النجوم، فحبيت اعمل جلوفز فيه نجوم وبألوان اللي انا بحبها برضو. ما كانش عندي بيج، فحبيت اعمل لون اصفر بقى اللي كان موجود بقى. طبعا يعني انا مش هتكلم على جمال الجلوفز ولا حلاوته، يعني هو اللي يقيمني اصلا. نفسي بجد ان انا اعمل برضو حاجه زي كده، يعني هو ان شاء الله يكون البروجكت اللي بعد الجاي ولا حاجه. عجباني قوي، بيدي فايبس فيكتوري كده، وانا بحب الحاجات الفيكتوريه، فباذن الله ممكن يكون التوتوريال الجاي. في برضو الجلوفز اللي هو بتاع القطة ده برضو لذيذ خالص. وفي بقى الجلوفز اللي هو بيكون قطعة واحدة كده، كنت بفكر برضو اعمله يعني، بس كنت محتارة اعمله باللي هو اللي فيه صوابع دوت ولا ده، بس حسيت ان هيبقى ده اسهل بكتير. في بقى فكرة ان انتوا تعملوا كل الافكار دي، طاقية مع جلوفز مع سكارف، ويبقوا طقم كده مع بعض، وهتبقى فكرة حلوة خالص. جينا بقى لقسم الكارديجنز والجواكت. طبعا انا عشان كنت لسه يعني اول مره في حياتي اعمل جاكيت، وتعلمت كروشيه عشان اعمله، فكنت شايله هم انا ازاي هعرف اعمله يعني. فالحمد لله عرفت اعمله. فاي واحده مبتدئه ولسه مش عارفه تبتدي، الجاكيت ده كان سهل جدا، برضو شرحته في القناه، تقدري تشوفيه او احطه لكم في الديسكريبشن بوكس. انتي بقى وذوقك، انتي ممكن تعملي عليه وردات زي ما انا ما عملت، ممكن تعملي فيونكات زي الجاكيت ده كده، ممكن تعملي سحابات سحب، هتبقى حاجه لطيفه خالص. في بقى الجاكيت اللي هو زي كده، لا منه كارديجان ولا منه بلوفر، انا حاسه انه بلوفر اكتر حاجه. ممكن تعملوا بلوفرات زي دي كده، بتبقى مخططه حلوه خالص. في نوع تاني من الكارديجنز اللي هو بيبقى طويل، بيبقى بعد الركبه بشويه، وممكن تعمليه اللي هو العادي اللي فوق الركبه، وبيبقى فيه شراشيب كده، بيبقى لطيف برضو. في بقى لكلوك، حبيت اعمله ساده، ده مشروع في القناه. وكمان عملت النوع ده، بصوا انا كله بعمله ساده يعني، مش بعمل فيه تطريز. انتوا ممكن تعملوا بقى فيه اللي هو تزودوا زي البوت ده كده، تزودوا حبه سيكه، بيبقى فيه تطريز شويه، حركات كده، هتبقى برضو حاجه حلوه. ممكن كمان تجيبوا القاع بتاع السليبر ده، وتبتدوا تدخلوا الخيط كده، وبيبقى مخرم من على الجناب، وتختاروا بقى اي خيط. هنا عملوا خيط قطيفه، اي خيط يعني، بس هو الاحسن القطيفه طبعا. ممكن كمان تعملوه مفرش، او تعملوا مفرش الورد اللي كان طالع ترند ده زي ما انا ما عملت.
برضو كنت شرحته في القناة. كان شكله زي كده. وانتوا طبعا ممكن تعملوا بالالوان اللي انتوا تحبوها، يعني بدل الاحمر اللي من بره يبقى الاحمر اللي من جوه، ومن الورد يبقى ابيض. وممكن تعملوا منه يعني تكبروا الحجم يبقى بطانية، واصلا كان الترند كان بطانية مش مفرش، فده برضو شكل تاني من البطاطين دي بقى بخيوط اللي هي القطيفة، الخيوط البافي. وطبعا احسن خيط تعمل فيه بطانية هي خيوط البافي، ودي مش بتحتاج انك اصلا تجيبي ابرة، انت بتعمليها بايدك عادي. بصولي على العسل واللطافة، بصولي على اللذاذة. دي طبعا اسمها ليج وورمرز، ودي بتتحط بعد مثلا تلبسوا هي طبعا مش هتلبسوا كوتشي وتعملوا الحركة دي، هي بتبقى حاجات يعني ايه، شوز كلاسيك، لازم تبقى شوز كلاسيك. هي مش منتشر قوي عندنا في مصر يعني، بس هي لطيفة خالص الفكرة يعني. في بقى الحاجات القطقوطة بقى اللي هي زي اللي اسمها بيكون اير مافس، بتدفي بقى السماعة، بتدفي ودنك، بتبقى شكلها كده، بتضيف عليها اي اضافات فيونكات كده يعني. كده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى من قلبي ان الافكار تكون فادتكم الهمتكم، وتبتدوا شغلكم الشتوي بكل حب وشغف. لو جربتوا اي فكرة من الافكار دي ابعتوها لي او اعملوا لي منشن، بحب جدا اشوف شغلكم. متنسوش بقى اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.